إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. فصلاة وسلاما طيبين على الحبيب النذير البشير محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لمحمد للعالمين رسول، له الهدى وإلى الورى قنديل. لأصلين على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما بقي في نفس ولست أميل. يا من ترجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما قبل أيها الأحبة الكرام الفضلاء، فإني والله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذرها من مغبة عصيانه ومخالفة أمره، عملا لقوله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نعم أيها الكرام، إن الله خبير بما تعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم أيها الكرام، ولكن عذاب الله شديد. أين المفر من عذاب الله؟ كل شيء لما تخاف منه تفر منه، إلا الله سبحانه وتعالى لما تخاف منه تفر إليه. فاسمعوا إليه وهو يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. نعم أيها الكرام، والمتأمل أيها الأحباب الكرام في آيات الله سبحانه وتعالى وفي آيات الجهاد والصيام ينظر ويرى فيها أن شهر رمضان هو شهر عبر التاريخ فيه أمور عظيمة وحدثت فيه معارك عظيمة. نعم أيها الكرام، فالله سبحانه وتعالى لما بدأ آيات الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم الله سبحانه وتعالى عقب في نهاية الآيات في نهاية الجزء أيها الكرام قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم أيها الأحباب الكرام عباد الله، إن الصيام من أهم الوسائل في
في إعداد النفس في المجاهدة، إعداد النفس للمجاهدة في سبيل الله، إعداد النفس لمجاهدة العدو. فعندما يعد الإنسان نفسه جيدا يكون قويا في مجاهدته للعدو. نعم أيها الكرام، وها هو شهر الصيام، كما أنه شهر الصيام كذلك هو شهر الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم أيها الأفاضل، فالله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم أيها الأحباب الكرام، فلا بد للإنسان أن يجهز نفسه جيدا حتى عندما يأتي أيها الأحباب الكرام القتال في سبيل الله يكون نفسه حاضرة للجهاد في سبيل الله. أيها الأحباب الكرام، ونحن في شهر الصيام، في شهر القيام، في شهر تلاوة القرآن، لا بد للإنسان أيها الأحباب الكرام أن يربي هذه النفس أيضا على حب الجهاد في سبيل الله. أيها الكرام، الانتصار على النفس في رمضان يكون في الأمور التالية: أولا أيها الأحباب، الانتصار على النفس على الرياء، فشهر رمضان هو شهر الإخلاص بلا منازع، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص في كل عمل، سواء كان في الصيام أو القيام أو تلاوة القرآن أو الجهاد في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. فلا بد أيها الأحباب الكرام من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل بلا نية، والله سبحانه وتعالى أمرنا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أيضا يا كرام، شهر رمضان شهر الانتصار على الشهوات، فلا بد للإنسان أن ينتصر على شهواته قبل أن ينتصر على العدو أيها الأحباب الكرام. فعندما ينتصر المسلم على شهواته فإن الله سبحانه وتعالى يكون له عونا عند لقاء العدو أيها الكرام. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن الإنسان ينتصر على شهواته أيها الأحباب الكرام. أيضا شهر رمضان شهر الانتصار على البخل، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نعم أيها الأحباب الكرام، أيضا يا أيها الأحباب الكرام، شهر رمضان شهر الانتصار على آفات اللسان، هذا اللسان العظيم أيها الأحباب الكرام نعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا بد للإنسان في هذا الشهر الكريم أن يضبط جوارحه، ومن الجوارح اللسان، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ ألسنتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يضع طعامه وشرابه. نعم أيها الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه ذات يوم فيقول لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من ليس له درهم ولا دينار أو درهم أو متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ولكن أيها الأحباب الكرام، شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وافترى على هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فلا بد للإنسان أيها الأحباب الكرام في هذا الشهر الكريم أن يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة، وأن يحفظ لسانه عن قول الزور وعن الكذب، وأن يضبط جوارحه في شهر الصيام. أيضا يا كرام، شهر الصيام شهر فيه معارك خالدة، ففي شهر رمضان أيها الأحباب الكرام حصلت العديد من المعارك مع المسلمين ضد الكفار والمشركين. نعم أيها الأحباب الكرام، وإن أول هذه المعارك هي معركة بدر الكبرى التي كانت في 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة. هذه المعركة هي كانت أول معركة بين المسلمين والمشركين، وفي هذه المعركة انتصر المسلمون في هذه المعركة على أعدائهم من المشركين. أيضا في شهر الصيام كانت معركة
فتح مكة كانت في 20 رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وهذه المعركة فتح النبي صلى الله عليه وسلم بها المدينة المنورة، وكان هذا عام الفتح. أيضا يا كرام حصلت فيه فتح الأندلس في شهر رمضان في 28 رمضان عام 92 للهجرة. أيضا حصلت فيه معركة بلاطة الشهداء وفتح عمورية ومعركة عين جالوت. وأيضا يا كرام حصلت في شهر رمضان في عام 2014 معركة العصف المأكول، وكلكم شاهدتم هذه المعركة العظيمة أيها الأحباب الكرام، كانت بين المجاهدين من أبناء غزة العزة وبين عدونا الغاصب العدو الصهيوني أيها الكرام. أيضا حصلت في هذا الشهر يا كرام شهر رمضان حصلت معركة سيف القدس، وكانت أيها الأحباب الكرام في 28 رمضان لعام 2021. وهذه المعركة أيها الأحباب الكرام أرى فيها المقاومون العدو الصهيوني أروا فيها أيها الأحباب الكرام بطشهم وقوتهم. نعم أيها الأحباب الكرام، وها نحن اليوم ليس ببعيد أيها الأحباب الكرام، فالمسجد الأقصى والحرائر أيها الأحباب تنادي وتقول ومعتصما وإسلاما. فلا بد للإنسان أيها الأحباب الكرام ولا بد للمجاهد في سبيل الله أن يظهر لهؤلاء الأحرار في المسجد الأقصى. أيها الأحباب الكرام اعلموا أن الله سبحانه وتعالى بدأ بأمر ثم أثنى به عليه ملائكته، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إن لكل نصر عواملا للنجاح، إن لكل نصر لابد له من عوامل حتى ينجح هذا النصر. فما هي عوامل النجاح أيها الأحباب الكرام؟ أول هذه العوامل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، وإلى غير ذلك من الآيات أيها الأحباب الكرام. ثاني عوامل النصر العمل الصالح، والله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات وعدهم بالتمكين والنصر. فالله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. أيضا يا كرام من عوامل النصر تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده المتقين. أيضا من عوامل النصر أيها الكرام الإكثار من ذكر الله والدعاء له. فالله سبحانه وتعالى أمرنا فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الكرام ولا بد للإنسان في وقت الشدائد أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فالله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم أيها الأحباب الكرام أيضا من عوامل النصر اجتماع الكلمة على الكتاب والسنة.
فالله سبحانه وتعالى أمرنا فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم أيها الأحباب الكرام، موالاة المؤمنين من عوامل النصر والبراءة من الظالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم أيها الكرام، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أيضا يا كرام، من عوامل النصر نصرة الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيضا يا كرام، من عوامل النصر التضحية بالنفس والمال والأوقات والمناصب وإلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نعم أيها الكرام، فالله سبحانه وتعالى يبشرنا بجنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمجاهدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سبحانه وتعالى أعد للمجاهدين في سبيله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فأبشروا أيها الأحباب الكرام، فأبشروا بنصر الله سبحانه وتعالى. ومن عوامل النصر أيها الأحباب الكرام إعداد ما نستطيع من القوة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيضا يا كرام، ختاما، من عوامل النصر الصبر: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. نعم أيها الأحباب الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس الغاصبين. اللهم كن مع إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم كن مع الحرائر من النساء والأطفال يا رب العالمين في المسجد الأقصى. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام المرجو ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا شهيدا إلا فككته ولا شهيدا إلا تقبلته ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا صاحب حاجة من حوائج الدنيا ولا